من المعايير الأخرى اللي لازم نلتفت ليها جيدا هو مستوى الاجتماعي والاقتصادي للعيلتين. دي صحيح بيبالغ فيها كثيرا، والناس أوقات لما بتقيم الزواج بتبص لدي كأنها حاجة كبيرة جدا، وفي ناس تحس إنه الحب والرومانسية تخلينا لا نلتفت لهذا. الأفلام العربي وأفلام كثيرة بتشير إنه حبنا بيعدي هذه الاختلافات بين العيلتين. واقع الأمر للأسف إنه هذا الأمر بيفرق. مستوى الفرق الجامد في المستوى الاجتماعي والاقتصادي بين العيلتين بيعمل مشكلات، لأنه أنا نتاج أسرتي، فسواء أردت أو لم أريد، بحب الآخر ومش بحبه، لكن أنا نتاج مستوى معين في التربية. بعيش بطريقة معينة، بتفسح بطريقة معينة، بشتري حاجاتي من أماكن معينة، بصرف بطريقة معينة، والآخر مختلف عني. دي بتعمل مشاكل. أنا طريقة لبسي، طريقة أكلي، طريقة الأماكن اللي بحب أروح فيها، كل حاجة في حياتي بتتأثر بالمستوى اللي أنا اتربيت بيه. مش المشكلة هي العائلات مش هيعرفوا يتعاملوا معا، مش مهم، إن شاء الله ما تعاملوا مع بعض، أوكي، هو يوم الفرح وزيارات اللي كل سنتين، كل سنة مرتين ولا حاجة يجتمعوا معا الأسرتين، فمش دي القضية. مش ضروري يسافروا معا ولا يبقوا أصدقاء ولا يصيفوا معا، مش مهم، لكن القضية أنا نتاج أسرتي. فلما بيبقى في فرق في الأسرتين وفي العادات والتقاليد وأسلوب الحياة، الحقيقة دي بتسبب مشكلة كبيرة للزوجين عموما. لكن برضو أرجع وأقول حاجة دمها تقيل للبنات، هي لو لصالح الزوج بتبقى المشكلة أقل عمليا، لو الفرق لصالح الزوج بتبقى المشكلة أقل، لو الفرق لصالح الزوجة بتبقى المشكلة أكبر. أرجع وأؤكد يفضل يبقى مفيش فرق ضخم. ما أقصدش إن احنا نبقى بالظبط زي بعض المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرتين، لكن ما يبقاش الفروقات الضخمة اللي موجودة في مجتمعنا اللي بنحس إنه لا مش فارق، لا حبنا هينتصر على كل هذا. واقع الأمر أنها تسبب الكثير من الخلافات في الجواز.